احنا كان قدامنا حل من 3، اما ان احنا نزود كتلة المريخ، او ان احنا ننقص نص قطره، او ان احنا نتاقلم مع طريقه المشي اللي هناك. ومش محتاج اقول ان اول حلين مستحيلين تماما، فاحنا لازم نتاقلم. وزي ما انت شايف في الفيديو اللي قدامك كده، دي تقريبا طريقه المشي على المريخ، هتحس انك بتجري سلو موشن كده وبتطير لفوق. المهم انت قلت انك هتتاقلم مع طريقه المشي على المريخ وهتقلع خوذتك وتقعد ترتاح شويه. اوعى تعمل كده. انت عارف انت لو قلعت الخوذه دي ايه اللي هيحصل لك؟ اصل هو لما يبقى 95% من الغلاف الجوي للمريخ ثاني اكسيد كربون، فانت مش هتعرف تتنفس اصلا، وال5% الباقيين هم نيتروجين جزيئي وغاز الارجون. المشكله مش هنا بس، المشكله في رقه الغلاف الجوي للمريخ اللي بيسرب كم اشعاعات كونيه مهول. خليك بخوذتك لحد ما نتصرف. يوسفني ان اقول لك انك مش هتعرف تقلع الخوذه دي طول ما انت بتتنفس اكسجين، لكن المشكله برضه مش هنا. المشكله في ان الاكسجين اللي موجود في الخوذه دي هيخلص. انا كل شويه اقول لك على حاجه وبعد كده اقول لك المشكله مش هنا، بس يعني بحل لك الموضوع واحده واحده.